واش كاين شي قانون كيحمي الفرق المغربية ولا الكاف عندها مكيالين؟ الأهلي في ورطة والجيش الملكي كيطالب بحقه. هاد الصداع اللي نايض دابا بين الجيش والأهلي فات غير الكرة، وصل لدرجة كبيرة من التوتر القانوني. أن نادي الأهلي المصري مهدد بعقوبات قاصحة بزاف من الاتحاد الإفريقي كاف، وفي واحد الوقت خايب ومصيري من الموسم. الجماهير ديال الاهلي في الماتش الاخير رشقوا لاعبي الجيش الملكي والجمهور العسكري اللي سافر معاهم بالقرعات ديال الماء والحجر بشكل مبالغ فيه، وحتى بعض رجال الامن تما اتهموهم بالاعتداء على البعثه المغربيه والجمهور. إدارة الجيش الملكي ما بقاتش غير كتفرج، بل تحركات بسرعة ودارت بلاغ رسمي شديد اللهجة، واستنكرت هاد السلوكات اللا رياضية اللي هددت سلامة الطاقم واللعابة. اللاعب أحمد حمدونان خرج بواحد التصريح قاصح ونيشان، وقال باللي القانون خاصو يطبق على كاع الأندية بدون استثناء، وباللي الكاف خاصها تعاقب الأهلي بنفس الطريقة باش عاقبات الجيش الملكي، بيلعب جوج ماتشات بلا جمهور، حيت داكشي اللي وقع في مصر كان كتر بزاف من داكشي اللي وقع في الرباط. الخطورة هنا هي إلا تطبقات هاد العقوبة، الأهلي غيلعب ربع النهائي ضد البعبع سان داونز بلا جمهور، وهذه غتكون ضربة قاضية ليهم. دابا كاع المتتبعين كيتسناو يشوفوا واش الكاف غتبين على العدل والتعامل بالسواسية، ولا الأهلي عنده نفوذ كيحميه داخل الكواليس الإفريقية. هاد القضية خلات الجمهور المغربي يطالب بحماية الفرق الوطنية اللي كتمثلنا برا،